احمد، يا احمد، انت فين يا احمد؟ عايز اقول لك خبر يفرحك. احمد، هو راح فين ده بس؟ هو خرج ولا ايه؟ برضه مش بيرد على التليفون. هتقلقني عليك ليه؟ رد يا احمد عشان خاطري. تاني يا احمد. ماشي يا اخويا. الخناقة كانت هنا يا كبير، وجه أحمد ترماي وقتل صاحب عمري. احنا لازم نخلص من ترمان وفي اسرع وقت. وأمرني يا كبير أنهي لك حياته. والله ونهايتك قربت يا ترمان. بصلي انت هنا. وأمرني يا كبير. عايزك تراقب لي ترماي زي ضله، كل تحركاته تعرفها لي اول باول. من عيني يا كبير. المرة اللي فاتت جت في باسم الغلبان، المرة دي عايزكم تركزوا قوي. خلاص مفيش حاجة اسمها أحمد ترماي. يا أحمد أنا بقالي ساعة بدور عليك وعمال أنده يا أحمد يا أحمد يا أحمد واتصلت عليك. ممكن توطي البتاع ده شوية من فضلك؟ خليني أعرف أكلمك. أدينا طفيناه. أنت بتكشر لمين كده يا باسم؟ يا أحمد بدور عليك من بدري، عايز أقول لك خبر يفرحك. أنا خلاص هسافر. طب واحنا هنفضل نتكلم في الحمام؟ اتفضل اطلع بره، أنا جايلك دلوقتي. سفر ايه وبتاع ايه؟ طيب أنا مستنيك يا أحمد، اخلص بقى من فضلك. سفر ايه بقى يا عم باسم؟ ما انت شغال هنا وربنا كرمك، ليه الغربة؟ أنا مش هتغرب يا أحمد، أنا مسافر الساحل الشمالي يعني جوه مصر، بس قرية وشغل رايق بقى. رب هنا رب هناك يا عم باسم، وخليك قاعد معايا. طب تعالى بس اقعد يا أحمد أفهمك، احنا هنقف نتكلم كده واحنا واقفين؟ ادينا قعدنا، عايز تقول ايه يا باسم؟ عايز أقول إن أنا تعبت من الشغل اللي هنا، ومحتاج أروح مكان زي قرية أريح فيه بالي شوية وأغير المود بتاعي، وبعدين هبقى قريب منك في أي وقت، لو اديتني ألو هجيلك لو احتجتني. والناس صحاب الشغل دول باين عليهم محترمين جدا، احنا قابلناهم في الكافيه بتاع المعلم دمور واتفقوا معانا، وإن شاء الله إن شاء الله هنسافر قريب جدا. بس أنا قلت أعرفك الأول، أنا قلت هتفرح لي يا أحمد. سافر يا باسم وروح اشتغل في القرية وغير مودك، وسيبني انا هنا. انا شكلي هرجع للاجرام تاني يا باسم. ليه يا أحمد بتقول كده؟ احنا ما صدقنا إنك بقيت أحسن من الأول بكتير واتغيرت. التغيير ده شكله مش هيدوم، وانا هبدأ اتعصب. طبعا أنا عندي فكرة كويسة أوي، إيه رأيك أروح هناك أظبط نفسي وأرستق أموري وأجيبك معايا، تيجي تشتغل معايا هناك؟ ويا ترى هشتغل ايه بقى يا عم باسم؟ معرفش يا أحمد، دي لسه هنظبطها، بس أنت المبدأ موافق عليه؟ تيجي تسافر معايا؟ يا أحمد رد عليا، أنت ساكت ليه؟ ان شاء الله يا باسم، سافر بس انت الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. شكلك متضايق يا أحمد. ما خلاص يا باسم قلنا سافر، في ايه؟ ليدو يا ليدو يا ليدو، عالية يا عالية يا عالية، أنا مسافر الساحل الشمالي، هشتغل في قرية هناك. مسافر يا شيكو؟ تشتغل في قرية هناك مع مين؟ مع ليدو ومازن، في ناس قابلونا النهاردة وقالوا لنا إن احنا نروح نشتغل معاهم، هنسافر يا عالية. وليدو وافق إنه يسافر؟ طبعا وافق، ما ده كله عشانك أنت يا عالية، مش لازم يجهز نفسه عشان لما يجي يتقدم لك يبقى جاهز من مجاميعه. ووعدني وقال لي إنه هيكلم الناس يوافقوا إن هم يعملوا فرحكم في القرية. فرحك هيبقى في الساحل الشمالي، ايوه يا ست عاليه. كده برضه يا ليدو تسافر وتسيبني؟ يا بنتي سافر فين ورايح السعوديه؟ ما هو جوه مصر. اسكت بقى والنبي يا شيكو، اسكت سيبني في حالي. زعلتي ليه دلوقتي؟ انا قلت هتفرحي. عايزكم تشرفوني يا استاذ مازن. برضه ده اسمه كلام يا معلم دمور؟ انت عارف احنا ايه. عارف يا استاذ مازن، وعشان كده اخترتكم انتوا بالذات. طب امال ليه ما تعدل كلامك يا معلم دمور بقى؟ لا مؤاخذة يا استاذ مازن، والله انتم امكم ده عيالكم. ربنا علمان بحالنا يا معلم دمور. معلم دمور، مش ده احمد ترماي اخو ليدو؟ هو ومين اللي ماشيين وراه دول؟ اقف بسرعه يا معلم دمور، خد بالك يا احمد. اتشاهد على روحك. هنعمل ايه دلوقتي يا معلم دمور؟ هيقتلوا احمد.
اياك تعرف باسم حاجة. انا هروح وراهم دلوقتي وانت تطلع على الكافيه. اول ما تدخل من ايدك اليمين هتلاقي في باب في الارض، افتحه وهات السلاح وتعالى. اوعى تعرف باسم. يلا بسرعة عشان نلحق. فاكس. تعالى نشوف مين بقى اللي هيتشهد على روحه. انا احمد ترماي. سلام يا ترماي. مش قلت لك اتشاهد انت على روحك؟ شيل السلاح يا معلم دمور، مش مستاهله. معلم ترماي. لا انا كده جهزت الشنطه وكله تمام. الو، ايوه مدام سلمى. لا كله تمام، انا جهزت شنطتي اهو، ومازن وشيكو زمانهم برضو جهزوا حاجاتهم. اوكي يا فندم. لا خلاص باذن الله على ميعادنا. اوكي مع السلامه، باي باي. يا ترى انت فين يا احمد؟ معرفش قلبي واكلني عليك ليه. اكيد مش هترد زي عادتك. افتح يا احمد مره ورد عليا. افتح رد عليا، طمني عليك. برضو مش هترد. يا نهار اسود، يا نهار اسود، احمد مات. قوم يا احمد. احمد قوم يا احمد النبي. معلم ترماي. قوم يا معلم. علي يا احمد. لا والنبي يا احمد، ده اخوك هيروح فيها. قوم والنبي يا احمد اصحى. انا لله وانا اليه راجعون. يا حسرة قلبك يا باسم. لا تمسك شوية يا مازن، خلينا نوديه لاخوه. يلا نروح بيه بسرعة. بس ما يروح فيها يا معلم دمور، ليده هيموت وراه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا ابني كفاية كده، إكرام الميت دفنه. يلا نوديه لاخوه. شيل معايا يا معلم دمور، شيل معايا نروحوا. خليك انت هنا لحد ما اشوف شيكو ومازن اتأخروا ليه. الو، ايه يا شيكو؟ ايه يا ابني اتأخرت ليه؟ بتقول ايه؟ جاي انت وعليا وجدو عايزين يسلموا عليا قبل ما امشي؟ طبعا تيجوا تنوروا. انت جهزت حاجتك ولا لسه؟ طيب تمام ماشي، في انتظاركم. لا احمد مش موجود، انا عمال اتصل عليه من بدري مش بيرد عليا، ومش عارف قلبي واكلني عليه قوي، هو متعود كده يخضني عليه. طيب اوكي انا في انتظاركم يا شيكو. يلا بسرعه، وهتصل بمازن التاني اشوفه. طيب ماشي، سلام سلام. ولا دايم إلا وجه الله. اخويا في ايه؟ احمد مات يا ليدو. لا اخويا ما ماتش، اوعى تقول كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. احمد اخويا رد عليا. لا انت ما متش، انت لسه حي. انا عارف انك ما متش يا اخويا. قوم يا احمد عشان خاطري. احمد قوم يا احمد، قوم والنبي، انت قلت لي هتسافر معايا صح؟ انت عارف انك تسافر معايا، ما تموتش وتسيبني. اخويا اصحى، ورحمة بابا وماما ما تموتش وتسيبني يا احمد. بص يا اخويا، قوم مش هزعلك تاني، قوم وانا مش هزعلك مني في اي حاجة تاني. قوم عشان خاطري يا اخويا، مش هقدر اعيش من غيرك. اخويا. جمهورنا العزيز، معلش اذا كنا بنتأخر عليكم في العرض شوية، احنا لسه كنا تحت التجربة، لكن نوعدكم الايام اللي جاية هنبهركم. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويضغط لايك علشان يوصل له كل جديد. صحيح نسيت اقول لكم، باسم ومازن وشيكو ما سافروش وفضلوا قاعدين، وجده صمم ان هو يجوز باسم وعليا علشان يخرج باسم من الحزن اللي هو فيه من بعد وفاة اخوه احمد. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في مسلسلكم القادم.
الدباح. مع السلامة، باي باي، أشوفكم على خير.